اهلا بيكم معايا في قناة نوجا كروشيه. النهاردة هننفذ مع بعض الموديل الجديد الجميل ده. شكله شيك جدا. ينفع كاجوال عادي، ينفع لو شلت منه الايد دي يبقى سواريه. شكله جميل جدا، بيشيل حاجات كتير، واسعة من جوه اهي زي ما احنا شايفين، وبتشيل موبايل كمان. هنعملها النهاردة مع بعض خطوة بخطوة. بس من فضلكم اللي لسه اول مرة بيشوف القناة بتاعتي ينزل يعمل اشتراك في القناة، يفعل زر الجرس، يدوس على علامة الكل عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة اول ما بتنزل على القناة اول باول. مستنية تعليقاتكم الجميلة على الفيديو النهاردة. ما تنسوش تقولولي بتشوفوني من انهي بلد. يلا نبدأ ونشوف هننفذها ازاي النهاردة مع بعض. زي ما احنا شايفين كده هنوزن الشنطة اهي من غير السلسلة 715 جرام، يعني من غير الحلقات وكده ممكن تكون 700 جرام. تمام. هستخدم خرز مقاس 10، لو عايزة تعمليها بخرز مقاس 12 هيبقى حلو برضو. وهستخدم حلقتين، وهستخدم استراب، وهستخدم القفل المغناطيس ده. وهستخدم مع مقاس 10 خيط مقاس 6 أو 7، مع مقاس 12 هستخدم مقاس 7. أول حاجة هنبتدي نعمل القاعدة، وهعمل أول غرزة رباعية. هاخد 4 خرزات. بعد ما حطينا الأربع خرزات هنضم كده الطرفين على بعضهم. هنجيب الطرف ده على الطرف ده كده، وهندخل بالخيط ده في الخرزة دي، وهننزل كده. هتتكون حلقة زي ما احنا شايفين كده. هنسحب الخيط التاني جواه. عملنا اول غرزة رباعية، وهنشد العقدة جوه الخرزة كده اهو. بعد كده في الخيط اليمين ده هحط خرزتين، وفي الشمال هحط خرز. في اليمين خرزتين، وفي الشمال خرزة وكده. هرجع في الطرف اللي فيه خرزتين، هنزل تاني في الخيط في اخر خرزة، هكون حلقة اهو زي ما احنا شايفين. وهنجيب الطرف التاني نحطه جوه الحلقة دي اهو كده. يبقى كده عملنا تاني غرزة، وهنشد العقدة جوه الخرزة بالشكل ده يا جماعة. بعد كده هنكرر وكده، وهرجع في الطرف اللي فيه 2 اهو كده. تالت غرزة معايا، هشد العقدة جوه الخرز اهو كده. عملنا 3 غرز مع بعض. هكمل بقى بقية الغرز دي لغاية ما تبقى القاعدة عدد معين. انا هقول لكم عملت كام غرزة، وهرجع نعمل الغرزة الاخيرة مع بعض. عملت كام غرزة اهو: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. وهعمل ال15 معاكم. لازم عرض الشنطة يكون عدد فردي عشان لما نيجي نعمل القفل. هنيجي كده الخيط الطويل هنحط فيه 3 خرزات مرة واحدة عشان نطلع للسطر التاني، ودي تبقى الغرزة ال15. والمقاس ده يا جماعة هيشيل موبايل عادي وهيبقى مرتاح. عايزين تقللوه ممكن تعملوا 13، ممكن تعملوا 11 غرزة اهو. حطيت 3 خرزات مرة واحدة، هرجع في اخر خرزة هسحب الخيط التاني اهو كده، وهنشد العقدة جوه الخرز بالشكل ده كده اهو. والخيط طلع من فوق زي ما احنا شايفين. الخيط اللي من بره ده، الخيط اللي من بره ده هحط 3 خرزات مرة واحدة اهو. وهرجع في اخر خرزة وهسحب الخيط التاني اهو كده. بعد كده الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة دي، والخيط اللي من فوق ده هحط خرزتين. زي ما انتوا شايفين كده الخيط اللي فوق هيبقى قصر شوية، فهبدل الخيط وهعمل عكس عكاس بدل العقد
اهو همسك اخر خرزة كده وهدخل بالخيط اللي تحت فيها اهي عكس عكاس. تمام اهو. الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة اللي عليها الدور اهو، والخيط اللي من فوق هحط خرزتين اهو. هرجع في تاني خرزة وهسحب الخيط التاني وهكمل كده بنفس الطريقة. الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة اللي عليها الدور، والخيط اللي من فوق هحط خرزتين. هكمل كده لغاية ما اوصل عند اخر غرزة في الدور وهرجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين كده اهو، جينا عند اخر غرزة في الدور والخيط اللي من تحت هحطه في اخر خرزة اهي. الخيط اللي من تحت حطيناه في الخرزة اللي عليها الدور، نفس الخيط اللي من تحت ده اللي هو ده هنحط فيه خرزتين عشان نطلع للدور اللي فوق. هرجع كده وهسحب الخيط التاني اهو. الخيط بقى لفوق نعدل كده، والخيط اهو بقى لفوق. الخيط اللي من بره احط 3 خرزات. ارجع في اخر خرزة اهو اسحب الخيط التاني. تمام اهو بالشكل ده كده. الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة دي، والخيط اللي من فوق هحط خرزتين وهربط عشان الخيط خلاص قصر وهنضيف خيط جديد اهو. حطيت خرزتين هربط ربطة كمان اهو. بعد ما ربطنا هنزل في الخرزة دي اهو، وهسحب كده العقدة وهطلع من الخرزة دي. هقطع الخيط بقى ونيجي عشان نضيف خيط جديد. زي ما احنا شايفين هنجيب الخيط الجديد وهنحطه في الخرزة دي والخرزة دي اهو كده. حطيناه في الخرزة دي وفي الخرزة دي يبقى الخيط طالع من الخرزتين دول. هنكمل بقى زي ما احنا ماشيين، وهنخلي الطرف اللي فوق اطول شوية. هنحط في الخيط اللي من فوق خرزتين اهو. هرجع كده في اخر خرزة وهسحب الخيط التاني. شايفين؟ هكمل بنفس الطريقة. الخيط اللي من تحت في الخرز ده والخيط اللي من فوق هحط خرزتين. هكمل كده لغاية اخر الدور. زي ما احنا شايفين خلصنا كده الدور التالت وجينا عند اخر خرزة، وهحط الخيط اللي من تحت في الخرزة اللي عليها الدور، ونفس الخيط اللي من تحت ده اللي لسه طالعين منه هحط فيه 2 اهو. وليه هرجع في تاني خرزة وهسحب الخيط التاني كده. احنا عملنا القاعدة. شايفين؟ دي كده قاعدة الشنطة وعملتها بكل سهولة. لو عايز تعملي 5 ادوار، يعني القاعدة تكون 5 ادوار زي ما تحبي، انا هعملها 3. تمام. هنبتدي بقى اهو. الخيط كده طالع من هنا، هبتدي كده اخلي الخيط الناحية دي كده اهو يبقى لتحت، وهحط في الخيط اللي من بره ده 3 خرزات 3. تمام. هرجع كده وهسحب الخيط التاني. تمام اهي رباعية واقفة زي ما احنا شايفين كده اهو. بعد كده الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة اللي عليها الدور دي جنبها، والخيط اللي من فوق ده هحط خرزتين
ارجع اسحب الخيط التاني. الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة اللي عليها الدور، والخيط اللي من فوق هحط 2. الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة دي، والخيط اللي من فوق هحط 2. اهو. هكمل بنفس الطريقة دي لغاية ما اوصل عند اخر خرزة. الخيط اللي من تحت هنحطه في الخرز ده كده، والخيط اللي من فوق هحط 2. هكمل بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين كده اهو، وصلت لاخر الدور وهنقلب كده اهو، واحط الخيط اللي من تحت في الخرزة دي. شايفين الخيط طالع من هنا، هحط الخيط اللي من تحت هنا. بقى الخيط طالع من دي ومن دي، في الخيط اللي من فوق هحط 2. هرجع في تاني خرزة وهسحب الخيط التاني. الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة دي، والخيط اللي من فوق هنحط خرزتين. الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة دي، واللي من فوق هحط 2. تمام اهو كده. هنقلب كده، والخيط اللي من تحت اهو، هو طالع من هنا الخيط اللي من تحت هنحطه في الخرزة دي، والخيط اللي من فوق ده هحط 2. الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة دي، والخيط اللي من فوق هحط 2. الخيط اللي من تحت هحطه هنا، والخيط اللي من فوق هحط 2. وهكمل كده لغاية ما اوصل عند اخر الدور اهو، وهاجي اقول لكم هنعمل ايه. زي ما احنا شايفين جينا كده عند اخر الدور اهو، وعملنا الجرزة. وهمسك دي كده، الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة دي، والخيط اللي من فوق هحط 2. الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة دي، والخيط اللي من فوق هحط 2. هنبتدي بقى نقفل اخر جرزة اهي كده. الخيط اللي من تحت هنحطه في الخرزة دي والخرزة دي. نقفل اول دور في جسم الشنطة اهو كده وكده. يبقى الخيط طالع من التلاتة دول، في الخيط اليمين هحط خرزة كده. قفلنا اول دور بطريقة سهلة عشان اللي بتلخبط في اجناب الشنطة العادية. قفلنا اول دور. بعد كده
الخيط طالع من الخرزة دي، الخيط اللي من بره ده او اليمين هحط 3 خرزات اهو كده. الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة دي، والخيط اللي من فوق هحط 2. بعد كده الخيط اللي من تحت هحطه في دي، والخيط اللي من فوق هحط 2. هكمل كده بنفس الطريقة لغاية ما اوصل عند الجرزة الأخيرة دي وهرجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين كده اهو وصلنا لآخر الدور، والخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة دي، واللي فوق هحط 2. الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة اللي جنبها، والخيط اللي من فوق هحط 2. الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة اللي عليها الدور دي، والخيط اللي من فوق هحط 2. بعد كده هنلف كده هنا، هنلاقي الخيط اللي من تحت نحطه هنا، والخيط اللي من فوق هحط 2. الخيط اللي من تحت هحطه في الخرز اللي عليها الدور، والخيط اللي من فوق هحط 2. وهكمل بقى لغاية ما اوصل كده عند اخر غرزة وهرجع لكم تاني. خلصنا اهو لغاية هنا. هنيجي كده الخيط اللي من تحت هنحطه في الخرزة دي، والخيط اللي من فوق خرزتين، الخيط اللي من تحت هنحطه هنا وهنا. لو لاحظنا الدور الاولاني كان القفلة في الخرزة دي، الدور التاني هيبقى القفلة في الخرزة دي، الدور التالت هيبقى الخرزة دي، كل مادة هنقدم خرزة عشان ما تستغربوش بعد كده اهو. الخيط هنحطه هنا وهنا، والخيط اللي من فوق هحط خرز كده يكون قفلنا الدور التاني. كده احنا قفلنا الدور التاني. هكمل بقى بقية الشنطة عدد الادوار اللي انا عاوزاها وهرجع اقول لكم عملت كام دور. فين كده خلصنا الادوار اللي احنا عاوزينها. عملنا كام دور؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. انا هنا قفلت الجنب ده كده وركبت الحلقة. هنقفل مع بعض الجنب التاني وهنشوف هنركب الحلقة ازاي. زي ما احنا شايفين الجنب اهو في 3 غرز. ادي 1 2. شايفين الغرز اللي بالعرض دي 1 2 هنحطه في 3 صف اللي بالعرض. هنحطه كده في ال3 غرز اللي جنب بعض. 1 2 وادي التالتة. تمام كده اهو. بالخيط اللي في اليمين ده هحط الحلقة سهلة الفتح وهحط خرزة كده، وهرجع في الخرزة. عملنا عقدة اهي. هاخد الجنب التاني وهعدل الخيط كده. شايفين اهو العقدة هنا وادي الخرزة هنا. هندخل الخيط اللي هنا ده جوه
اللي هنا جوه الحلقة. تمام اهو، ونشد جامد ايدينا اهو بالشكل ده، وندخل العقدة جوه الخرزة. لما نيجي نعمل الدور الجاي هتلم اكتر. الخيط اليمين هنحطه في الخرزة دي، والشمال هنحطه في الخرزة دي اللي هي اللي واقفة دي. اليمين هنحطه هنا اهو، والشمال زي ما قلنا كده. الغرزة اللي جاية دي هي اللي هتلم الغرزة الاولانية، فعادي لما تفك مننا اهو كده وكده. نلم كده الخيط بايدينا اهو، وهحط خرزة في اليمين وهنشوف هتلم ازاي. خرزة في اليمين اهو، هعمل العقدة وهنشوف مع بعض هتلم ازاي. نعدل كده اهو، شايفين الخرز اهو عدل معانا، وهنحط العقدة جوه الخرز. تمام. الخيط اليمين هنحطه هنا، والشمال هنحطه هنا، والشمال اهي كده. الخيط طالع من 3، هحط خرزة في اي جنب وهربط اهو كده، هربط جامد. هندخل كده في الخرزة اللي تحت، هنشد العقدة جوه الخرزة، وهبتدي اتوه الخيط كده وسط الخرز. هنبتدي بقى نعمل الايد بتاعة الشنطة، ايد ثابتة. هجيب الخيط اهو، هنبتدي نشتغل على الاربع خرزات دول. فهدخل كده اهو، هحط الخيط في الخرزة دي، وفي الخيط اليمين ده هحط 3 خرزات اهو، وهرجع كده هسحب الخيط التاني اهو كده. اول غرزة معايا الخيط اللي من تحت، شايفين تاني خرزة اهي في الغرزة الرباعية دي، هدخل الخيط فيها اللي هو الخيط اللي من تحت. الخيط اللي من فوق هحط 2. ارجع كده وهسحب الخيط التاني. تمام كده اهو. بعد كده الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة التالتة، والخيط اللي من فوق هحط خرزتين اهو. بعد كده نقلب كده اهو، الخيط اللي من تحت هنحطه في الخرزة دي والخرزة دي، والخيط اليمين هحط خرزة اهو بالشكل ده كده. بعد كده هنكرر بقى الخيط اليمين اللي هو اللي جوه ده. الخيط اللي جوه ده هحط 3 خرزات اهو كده، وهسحب الخيط التاني. تمام. الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة اللي عليها الدور، والخيط اللي من فوق خرزتين. بعد كده الخيط اللي من تحت هحطه هنا في الخرزة اللي عليها الدور، والخيط اللي من فوق خرزتين.
اسحب الخيط التاني. بعد كده اخر غرزة الخيط اللي من تحت هحطه هنا واحطه هنا، والخيط اليمين هحط واحدة، وهكمل كده. كده احنا عملنا غرزتين، المفروض ان هما هيكونوا 5. تمام. هعمل 3 كمان وهرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. زي ما احنا شايفين كده خلصنا 1 2 3 4 5، وهبتدي اعمل من هنا كده. عملنا واحدة هنا، هنبتدي بقى. انا قطعت الخيط عشان محدش يتلخبط ويتوهته، فهنيجي هنا عند الخرزة دي وهبتدي اطلع الجزء ده كده. هحط الخيط في الخرزة دي كده اهو، وهعمل الجزء ده كده عشان يبقى واضح. الخيط اللي من بره ده هحط فيه 3 خرزات اهو، وهرجع كده في اخر خرزة وهسحب الخيط التاني. بعد كده نقلب كده دي الخيط اللي من تحت هحطه هنا، والخيط اللي من فوق هحط 2 اهو كده. الخيط اللي من تحت هحطه هنا اهو، والخيط اللي من فوق خرزتين اهو كده. اخر غرزة اهو، الخيط اللي من تحت هحطه هنا وهنا. الخيط اليمين هحط خرز. هكمل بنفس الطريقة اللي انا ماشية عليها، لما هرجع لكم واقول لكم عملنا ايه بالظبط. شايفين كده احنا بنعمل الايد على اساس ايه؟ على اساس الجرز دي. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، لان في غرزتين راحوا كده اما عملنا الكيرف ده 13، يبقى هنا كمان هنعمل 13. تمام. عملنا ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، وعملت هنا 1 2 3 4، كده مجموعهم 12. هنعمل ال 13 مع بعض ونقفل الجزئية دي. فهنعمل ايه؟ لو انت مبتدئة ومش هتعرفي وتتلخبطي تطلعي الخيط من هنا، اقطعي الخيط في اخر غرزة وابدأي الخيط من اول هنا او هنا. تمام. اعملي معايا كده اهو، الخيط طالع من الخرزة دي، الخيط اللي من تحت هحط فيه خرزة. تمام. وبعد كده في الغرزة المقابلة دي هدخل نفس الخيط اللي لسه طالعين منه بالخرزة. تمام اهو كده. يبقى الخيط طالع من ال3 خرزات دول. في الخيط اليمين هحط خرزة، نحاول نشبكهم في بعض اهو كده. هرجع وهسحب الخيط التاني وهوريكم شكل الغرز اهو. شايفين كده اول غرزة اتشبكت معانا. هنقلب كده، هيبقى الخيط، نحط الخيط اليمين في الخرزة دي والخيط الشمال في الخرزة دي. تمام اهو.
هيبقى الخيط طالع من التلاتة دول، في الخيط اليمين هحط خرز اهو كده. قفلنا تاني غرزة معانا، نقلب كده الخيط اهو. تالت غرزة زي ما احنا شايفين كده، هقرب لكم اهو. الخيط هنا هحط الخيط اليمين هنا والخيط الشمال هنا، الخيط اليمين هنا والشمال هنا، وفي الخيط اليمين هحط خرزة اهو كده. يبقى عندنا اخر غرزة اهي، هتكون هنا دي، وهنحطها مع بعضها ونربط عشان بس هي متكونة اهي. فاليمين هنحطه هنا اهو، والشمال هنحطه هنا اهي، وهنحط الخيط هنا وهنربط كده. جمعنا اخر غرزة معانا، هنربط كويس ربطتين، هربط ربطة كمان، وفي اقرب خرزة هندخل كده وهسحب العقدة جوه الخرزة. هبتدي اتوه الخيط، ودي كمان اهو، وهنربطها تاني. هدخل في اقرب خرزة زي ما احنا شايفين كده، وهنقطع الخيط وهنيجي نعمل قلاب الشنطة. زي ما احنا شايفين بعد ما قفلنا الايد، انا عملت في الجنب التاني اللي هو الجزء ده دخلت الخرز الاصفر ده عشان يمسك الايد اكتر. فهنعمل مع بعض الحركة دي في الايد اللي هي الجنب ده. فلو معاكوا خرز مقاس 2، جبت خيط مقاس 4 وهدخله في اول خرزة اللي هي دي كده اهي. تمام. هحط في الجنب اليمين واحدة، بالشمال خرزة اهو، الجنب اليمين خرزة والشمال خرزة اهو. وبطرف الخيط ده هندخل في الخرزة دي، وطرف الخيط التاني هندخل في الخرزة دي اهو، بالشكل ده كده. هحط في اليمين خرزة وفي الشمال خرزة اهو كده. وبعد كده هندخل بالطرف اليمين هنا والطرف الشمال هنا اهو كده زي ما احنا شايفين. في اليمين هنحط كده خرزة وفي الشمال خرزة، وهندخل كده في الخرزتين دول. تمام. وبعد كده هنحط في اليمين خرزة والشمال خرزة، وهندخل في الخرزة دي. هكمل كده اعمل بس الخرزتين دول وهرجع لكم نشوف هنلف هنا ازاي. حطينا كده الخرزتين دول، حط خرزة كده في الخيط الشمال لوحده اهو اهو، وهدخل هنا اهو كده، وهحط خرزة هنا اهو كده. هكمل خرزتين خرزتين لغاية ما اوصل هنا، وهكمل الجزء ده. زي ما احنا شايفين عملنا الايد كده ووصلنا لغاية هنا اهو. حطينا الخرزة دي والخرزة دي، وبعد كده دخلناها في الخرزة دي والخرزة دي. اي طرف من الخيط هندخل في الخرزة دي وهنربط
نثبته. شايفين ادت للايد شكل جميل قوي، مسكت الايد. لو مش عندك الخرز ده تقدري عادي بالخيط تمشي كده في الخرز وهيبقى نفس النتيجة. هرجع في نفس الخرزة اهي اللي جنبها وهشد العقدة جوه اهي كده، طلعت اهي من هنا. هندخل في الخرز اللي حواليها عشان يتوه الخيط وهنقطع. زي ما احنا شايفين ده وش الشنطة، فهنيجي هنا عند ظهرها. تمام. وهسيب قد ايه؟ هسيب 2 من هنا و2 من هنا، وهنبدأ في التالتة كده اهو. هنسيب اول خرزتين وهندخل في التالتة، وهحط في الخيط اللي من بره اللي هو ده 3 خرزات. هرجع كده وهسحب اهو. بعد كده الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة اللي عليها الدور دي، والخيط اللي من فوق هحط 2. برجع كده. بعد كده الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة اللي عليها الدور، والخيط اللي من فوق هحط 2. هكمل بنفس الطريقة. الخيط اللي من تحت هحطه في الخرز ده، والخيط اللي من فوق هحط خرزتين. هكمل لغاية ما اجي عند الخرزة دي اللي هي قبل الاتنين الاخرانيين، وهرجع لكم تاني اهو. زي ما احنا شايفين وصلت لاخر غرزة. دول كام غرزة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، ودي التاسعة. تمام. هحط الخيط فيها، ونفس الخيط اللي لسه من بره ده اهو هحط 2 اهو. اسحب الخيط التاني زي ما احنا شايفين كده. بعد كده الخيط اللي من بره ده هحط فيه 3 خرزات كده. ارجع، والخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة دي، الخيط اللي من فوق هحط 2. الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة دي اللي عليها الدور، والخيط اللي من فوق هحط 2. الخيط اللي تحت هحطه في الخرزة اللي عليها الدور، والخيط اللي من فوق 2. وهكمل كده لغاية ما اوصل عند اخر خرزة، وهرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. زي ما احنا شايفين جينا كده لاخر خرزة او اخر غرزة. هندخل الخيط فيها، نفس الخيط اللي طلعنا منه ده اهو اللي هو اللي بره. احط خرزتين كده. الخيط اللي من بره احط 3 اهو. الخيط اللي من تحت احطه في الخرزة اللي عليها الدور، بالخيط اللي من فوق خرزتين. هكمل كده لاخر الدور وهرجع لكم. زي ما احنا شايفين جينا كده عند اخر غرزة. هحط الخيط في الغرزة اللي او في الخرزة اللي عليها الدور، نفس الخيط اللي لسه طالعين منه هحط خرزتين.
اهو، وهنقلب نشوف بقى وصلنا لحد فين. نعدل كده اهو زي ما احنا شايفين كده. لسه هكمل بقية الادوار وهقول لكم انا عملت كام دور وهنيجي نكمل مع بعض. فين كده خلصنا كام سطر؟ 1 2 3 4 5 6، والسبعة هنبتدي نعمل فيها تناقص. فانا عايزة اطلع مش من الخرزة دي، عايزة اطلع من الخرزة اللي جنبها دي. فهنعمل ايه؟ همسك الخيط ده، الخيط اللي في الجنب ده كده، وهنزله هنا وهنا وهنا وهخرجه من الخرزة دي كده وكده، وهطلعه من دي اهو. الجنب التاني هننزله هنا وهنا وهنا وهنخرجه من هنا وهنا وهنا، وهخرجه من دي اهو كده. الخيط بقى طالع من الخرزة دي مش من الخرزة دي. في الخيط اللي من بره هحط 3 خرزات. حطينا 3 خرزات، وهرجع وهسحب الخيط التاني. الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة اللي عليها الدور، والخيط اللي من فوق خرزتين. هبدل الخيط كده عشان اللي تحت بقى اطول شوية اهو. بعد كده الخيط اللي من تحت هنحطه هنا كده في الخرزة اللي عليها الدور، والخيط اللي من فوق هحط 2. الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة اللي عليها الدور، والخيط اللي من فوق هحط 2. الخيط اللي من تحت هحطه في خرزة اللي عليها الدور، الخيط اللي من فوق هحط 2. هربط وهضيف خيط جديد. هنضيف الخيط الجديد في الخرزة اللي احنا وقفنا عندها، والخرزة دي الخيط اللي من فوق هحط 2. زي ما احنا قللنا خرزة من الجنب ده، هيبقى دي اخر خرزة او اخر غرزة اهو. والخيط اللي من تحت بقى اللي هو اللي من بره ده هحط 2. هنرجع نشوف شكلها اهو. الخيط طالع من الخرزة دي، عايزينه يطلع من الخرزة دي، فهدخل الخيط ده كده هنا وهنا وهنا، ونخرجه من هنا وهنا، وهنخرجه من دي. الجنب التاني بقى هندخله هنا وهنا وهنا، ونخرجه من هنا هنا وهنا وهنا، وهنخرجه من دي. يبقى الخيط بقى طالع من الخرزة دي. في الخيط اللي من بره هحط 3. بعد كده الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة اللي عليها الدور، والخيط اللي من فوق هحط 2. هرجع كده وهسحب الخيط التاني. الخيط اللي من تحت هحطه في الخرزة اللي عليها الدور، والخيط اللي من فوق هحط 2.
الخيط اللي من تحت هكمل في الخرزة اللي عليها الدور، والخيط اللي من فوق هحط 2. فين دي كانت اخر جرزة، فهنخلي دي الاخيرة عشان التناقص. اهو هحط الخيط في الخرزة اللي عليها الدور، ونفس الخيط اللي من بره او اللي من فوق هحط خرزتين هربط الخيط. دلوقتي بقى هنعمل قفل الشنطة. فهنعمله فين؟ انا هعمله في الغرزة دي. شايفين قلتلكوا ليه فردي بقى؟ عشان يبقى اهي 1 2 3 4 ودي 5. 1 2 3 4، فهنعملها في الغرزة الخامسة. حابين تعملوها هنا مفيش مشكلة، انا هعملها فوق كده شوية. 1 2 في تالت غرزة اهي، في تالت غرزة اهو. بصوا، 1 1 2، انا هعملها في تالت غرزة دي اللي هي في النص الخامسة. فهعمل ايه؟ هجيب الخيط اللي هو مقاس 4، تمام، عشان يقدر يدخل في وسط الغرز. الجزء ده هو اللي بيكون فوق، والجزء ده هو اللي بيكون تحت. هنحطها فين؟ 1 2، هنحطها في الخرزة دي اهي اللي في النص. وهنجيب القفل، نتنيه كده على بعضه. القفل فيه جزئين، واحد والتاني. الجزء الاولاني ده اللي هندخل فيه دلوقتي، والجزء التاني هو اللي هندخل فيه بعد كده. اهو هنربط. هربطه ربطة كمان اهو. شايفين ربطناه ازاي كده؟ هنعدل القفل اهو، وهندخله فين؟ ادي 1 2، ادي الغرزة اللي هندخله فيها. شايفين الغرزة الرباعية فيه خرزة اهي، اللي هي دي. انا هشتغل على دي. هندخل هنا عكس عكاس اهو كده، والجنب التاني عكسه كده بالشكل ده اهو. واليمين هنحطه هنا في الخرزة اللي تحته دي، والشمال هنحطه في الخرزة برضو اللي جنب، اللي هي بقية الرباعية. أهو، بالشكل ده كده. هنجيب القفل وهندخل فيه عكس عكاس في الجزء اللي تحت اللي قلتلكوا عليه، عكس عكاس. اهي كده، وهندخل في الخرزة دي عكس عكاس. تثبيته سهل جدا، مفيهوش اي حاجة. شايفين بالشكل ده كده. بعد كده هدخل بقى في الخرز اللي حواليه كده عشان اربط كده وكده، والجنب التاني كده. هربط بقى عشان اثبت. هدخل في اقرب خرزة واشد عشان العقدة.
شد كويس عشان أأكد. هنربط تاني. أهو. وهشد عشان العقدة وهتوه الخيط وهقطع زي ما احنا شايفين. بعد ما عملنا القفل هنا ركبناه هنا فين؟ 1 2 3 في السطر الرابع، والغرزة الكام؟ 1 2 3 4 5 6 في الغرزة السابعة. تمام. وركبت اللوجو ده، لو انت مش حابة تركبيه براحتك. اهو. هحط السلسلة بتاعة الشنطة هنا كده، وبكده الشنطة بتاعتنا خلصت النهاردة معانا. يا رب يكون الفكرة بتاعت الايد المربعة دي عجبتكم النهاردة. واللي لسه اول مرة بيشوف القناة بتاعتي ينزل يعمل اشتراك في القناة، يفعل زر الجرس، يدوس على علامة الكل عشان يوصلوا كل الفيديوهات الجديدة اول ما بتنزل على القناة اول باول. مستنية تعليقاتكم الجميلة على الفيديو النهاردة. ما تنسوش تقولولي بتشوفوني من انهي بلد. باي باي.